معلش شريف بقى اتاخر عشان كان بيظبط الكاميرا هناك علشان احنا كونتنت، فلازم نصور الكونتنت بتاعنا عشان نبقى عارفين، عشان ناس كتير قوي تتاخر في الكونتنت بتاعها. بس خليني كده. استنى بس عايز اعمل حاجه بمناسبه الموضوع ده. في كده افيه بحب ابدا بيه باي ايفنت، مش عارف هتبقى عارفينه ولا لا. لما يبقى عدد قدامي بحب اقول السود عيونه. طب كويس، في حد قال حاجه. في ناس بتتكلم بالظبط. معلش بقى احنا مختلفين شويه عن الباث الناس اللي بتتكلم فيه، يعني احنا مور كونتنت، فاحنا ناس لذيذه بيزنس وكل حاجه ومكاتب، بس احنا بنقعد على بين بالز، فاحنا اوريدي في حته مختلفه شويه. فخليكم انتراكتيف معانا النهارده، نسالكم كتير وهنتكلم معاكم كتير، فبليز يعني ركزوا معانا وشاركونا كل الاراء بتاعتكم في السيشن بتاعتنا النهارده. اوكي، بعد حد عارف اولا ديت بايه، يعني باللغه ايه؟ طب والله كويس، ناس كتير عارفه مذاكرين. طيب ads and content are very expensive. حد عارف يا جماعه يوم التصوير في الاعلانات الهاي بادجت، يعني على الاعلان على التلفزيون مثلا في رمضان بيتكلف كام لو بنصور يوم واحد مثلا؟ يعني جس كده رقم. بس اصفر على اليمين، خلي ده، حط اصفر على اليمين كتير. هو شكله هيكون صح يعني، حاسس لا انت طيب قوي، بقول لك زود اصفر على اليمين. 15 ايه بس؟ ايه؟ مليون، الراجل بيتكلم مليون. لا مش للدرجه. هو خاف حاول يلحق نفسه. لا، يوم التصوير غالبا في الميديا برودكشن الكبيره جدا في الاعلانات في الادفرتايزنج بتكلف من 3 ل 4 مليون جنيه. ماشي، ده لو يوم تصوير، وعاده بيتم التصوير يومين مش 3 ايام. بس خليني اقول لكم على حاجه، السلايد اللي بعدها. بس هي لازم تكون غاليه كده؟ يعني هل لازم الاعلانات فعلا عشان تتعمل تكون غاليه كده؟ يعني ناس اوقات كتير بنشوف اعلانات في رمضان ونقول ايه القرف ده، صح ولا ايه؟ صح؟ طيب مكلفه 3 4 مليون جنيه، هل بقى المفروض علشان اعلان يطلع حلو او علشان كونتنت يعمل حلو احنا بنعمله يعني يتعامل فعلا بالفلوس دي؟ مش لازم، صح؟ طيب انا عايز اوريكم اعلان كده، اعلان لذيذ خفيف، اظن احنا معظمنا شافه، كان معمول في رمضان، فخلينا كده نشغل الاعلان. تعمل ايه؟ بعمل نسكافيه. طب بكره. لا بق مش بق ممكن بس. طب شربني انت. ايه؟ شربني انت. بقول لك ايه، انا صايم. هاخد شفطه. شفطه مش بق. شفطه انت يا عم، تقولش في الاول بق. يا عم لا يا عم، شفطه قصدي حاجه. البق يا عم. ما تجيبنيش البتاع دي. اهو ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ هو انا مش قلت 100 مره حط كوستر من تحت المج؟ اللي توحشه القهوة يعمل أكتر من كده. العيد بيبدأ بنسكافيه. الإعلان ده الشخص اللي فيه في الأول اللي بيقول له عايز بق، اتفضل. ما بالظبط كده. ما ده الأساس بقى اللي احنا هنتكلم عليه. هي دي الفكرة بقى. دي الفكرة. الإعلان ده الشخص اللي فيه اللي هو ظاهر اللي هو بيحاول يطلب منه قهوة، ده اللي كاتب الإعلان، اسمه كريم عايش. كريم عايش هو اللي مثل الإعلان، يعني هو كتب ومثل وخد نفس الفلوس يعتبر. إعلان متكلف يعني خلينا نقول 3 جنيه بالنسبه للبادجت بتاعت الاعلانات. يوم تصوير واحد خفيف جدا، وان لوكيشن، كل حاجه مظبوطه. الاعلان ده لما نزل في رمضان كان نازل في اخر 10 ايام في رمضان، نزل كسر الدنيا. كل الهايبر ماركتس اللي كانت فيها نسكافيه كلها خلص منها نسكافيه. فاحنا مش لازم نعمل ادفرتايزمنت او نعمل كونتنت بفلوس كتير جدا، ده مش شرط خالص، ولكن ازاي نعمل بكوست قليله جدا نقدر نعمل ازاي حاجه هاي كواليتي وفي نفس الوقت تقدر توصل للناس وتحقق البيربس اللي احنا عايزينه. فممكن نشوف السلايد ده. طيب المفروض قبل ما نبدا بس عايز احكي لكم على حاجه. انا هتكلم شويه من ريسبكتيف البيزنس باي ذا واي، يعني من ناحيه الميديا. هو بيتكلم كونتنت، انا بتكلم من ناحيه البيزنس. ومينلي لو في اي حد عنده ستارت اب، عنده شركه وعايز يعمل ليها ميديا، فالتوبيك ده في الحته دي برضو هتفرق معاه جدا. طيب وقت الكورونا كان كل الناس دايما بشوف مثال الكورونا بالشوكولاته ديت. ما كنتش بشوفها بالكوفيد اللي كان معروف بالنسبه للناس، لان ده كان اهم ميعاد لاكبر بيزنس انا اشتغلت فيه او اكبر ستارت اب اشتغلت فيها، وكانت حاجه اسمها جمال تك. وانا عايز بس القي نظره على فكره هو امتى البيرفكت تايم ان انت ممكن تستغل فيه
الحاجه اللي حاصله وتعمل امباكت كبير جدا. وده اللي احنا عملناه. شركه جمال تك هي شركه educational خاصه بتعليم البرمجه. المفروض كلنا بنحب نعمل ايه؟ نحضر كورس اون جراوند او في كورك سبيس. وبعدين فجاه بعديها بكام شهر بعد ما احنا عملنا البيزنس قال لك ستوب يا جماعه، احنا المفروض كل الناس تقعد في البيت. احنا المفروض نعمل ايه؟ بيولوجيك. هنعمل كونتنت. نقعد في البيت بقى. ايه؟ نقعد في البيت. لا مش هنقعد في البيت. نعمل كونتنت educational على البلاتفورمز اللي كانت موجوده دلوقتي، الموجوده ومنتشره، اللي هي اليوتيوب والويب سايتس والحاجات ديت. وده اللي عملت امباكت كبير جدا في البيزنس بحاجات تافهه جدا. بس انا كنت عايز اقول لكم ان انت ممكن تستخدم اسوأ حاجه او اسوأ موقف او حقبه في التاريخ تستغلها ان انت تبقى بتعمل امباكت كبير جدا في البيزنس بتاعك. وده كانت اول بوست نزلناه على الانترنت، ان احنا قلنا the best website to learn programming. ودي كانت حاجه احنا قلنا من اول يوم احنا نخلي الناس تصدقها من الاول، ونقول لهم ان احنا احسن موقع بنعلم كده، لان ما كانش في اصلا مواقع بتعلم برمجه غير المنافسين اللي هي المعروفه، اذا كانت بقى يوديمي او كورسيرا او الحاجات دي كلها. بس احنا كنا اول بلاتفورم عربي يشرح حاجات خاصه بالبروجرامينج. بس هي الفكره كلها في فكره ايه؟ انا مش بتكلم ان انا عملت حاجه، يعني عملنا حاجه مختلفه، انا بتكلم على فكره ان احنا استغلينا اسوأ وقت عند الناس وطلعنا فكره جامده جدا، واستغلينا فيها الميديا بشكل يعني بكل الافكار عشان نطلع يعني او نكبر البيزنس بشكل مختلف خالص. طيب احنا هنروح ونيجي كده كتير ما بين البيزنس والكونتنت، ماشي؟ فدلوقتي بقى عايزين نشوف اكتر الكونتنت. مين فينا حد عارف مسلسل 6 شهور؟ مسلسل 6 شهور يعني مسلسل 6 شهور بتاع نور النبوي، اخر مسلسل. عرفتوا المسلسل ده منين؟ يعني شفتوه فين؟ الاعلان. ماشي. شورتس بتاع تيك توك، صح. نسبة تقريبا 90% معظم الناس اللي شافت الاعلان ده، خاصة من جين زي، الناس اللي عندها من 18 ل 25 سنة، كلهم شافوه من خلال التيك توك. ماشي. عرفوا المسلسل، شافوا شوت منه صغير جدا، ايه ده، الله، ايه المسلسل ده، شايف حاسه بيتكلم عني، فدخل اتفرج عليه. تفتكروا المسلسل ده البادجت بتاعه كام؟ اكيد عاليه جدا طبعا، بادجت وتصوير وايام وسليبرتيز، ناس مشهوره، فمتكلف كتير جدا من اوله لاخره. بس هي ايه تكلفه ان هم ينزلوا على تيك توك شويه فيديوز؟ ولا اي حاجه، ولا زيرو، يعني تقريبا زيرو. ممكن هم يدفعوا حاجات، بس كتير بنشوف ناس بتمسك المسلسل تصوره على تيك توك من غير ولا جنيه، يقعدوا يصوروا وهم بيتفرجوا على المسلسل، وتلاقوا الفيوز 100,000 فيو، مليون فيو، بيجيبوا فيوز اكتر من المسلسل نفسه. فالبلاتفورمز دلوقتي بقت مختلفه تماما عن قبل كده. مش عارف شفتوا نيود بيرفيومز دول ولا لا، بس الناس دول طلعوا في شارك تانك، لسه طالعين في شارك تانك قريب، وكانوا بيتكلموا ان هم عندهم الاكونت بتاعهم على تيك توك عليه 36,000 فولور، ده عدد قليل جدا على تيك توك. بس الناس دول عملوا باتش كان فيها 600 بيرفيوم، ال 600 اتباعوا في ربع ساعه، which is حاجه مرعبه ما كانتش بتحصل قبل كده. دايما كانت الطريقه التقليديه اللي انت تعمل بروموتنج، بتدفع فلوس علشان يجي لك ليدز، كلاينتس، ناس تشتري منك، فانت اوريدي تبقى دفعت فلوس عشان تجيب الناس دي. لكن هنا هم ولا دفعوا ولا جنيه، الفولورز اصلا بتوعهم مش قليلين، بس هم هنا عملوا حاجه مختلفه شويه، وان هم باعوا الستوري بتاعتهم. فانتوا لو دخلتوا بصيتوا على الكونتنت بتاعهم هتلاقوا كونتنت مختلف شويه. طيب اخر حاجه معانا فاتز. حد مين هنا عارف فاتز يا جماعه؟ طيب انتوا كلكم من اسكندريه صح؟ حد قبل كده طلب من فاتز هنا في اسكندريه؟ صح؟ عشان هم مش موجودين في الماركت هنا في اسكندريه، بس كلكم عارفين فاتز عادي. ليه؟ علشان هي قدرت توري الناس الكونتنت كويس قوي بتاعها، ولما نزلت على شارك تانك والبيتش بتاعتها نزلت، الناس كانت عارفاها وكانوا متحمسين يشوفوا الحلقه علشان فاتز هتاخد فند من شارك تانك، وكلنا مستنيين الستوري بتاعتها ويا رب تكبر وتعمل علشان نعرف نشتري منها اكتر، او حتى مش هنشتري بس احنا عاجبنا اللي هي بتعمله. فايتس كونتنت برضو هو اللي منجحها، فيديوز 10 مليون، 8 مليون، 7 مليون، وهي اصلا عندها 700,000. البلاتفورمز الجديده والفيرتيكال دلوقتي كلنا بقينا معانا تليفونات، نقدر نصور اي كونتنت، نقدر نقول اي حاجه في اي وقت والناس تشوفنا والناس تسمعنا. هو مش شرط تيك توك بس، المثال يعني بتاعنا على تيك توك بس، طبعا هو يعني انستجرام، كل الفيرتيكال ابلكيشنز كلها
دلوقتي بقت هي التارجت، حتى الاعلانات وحتى التصوير بقوا بيطلبوا دلوقتي في التصوير ان احنا نصور بطريقه فيرتيكال، عشان لما نصور الاعلان نعرف ننزله بالطول فالناس كلها تقدر تشوفه، علشان الاتنشن سبان بتاع الناس بقى قليل جدا ومبقاش في حد تقريبا بيقدر يتفرج على حاجه اكتر من 30 ثانيه. فبقى لازم ان احنا نعمل حاجه بالشكل ده، لازم نعمل حاجه فيرتيكال. صح، ده صح حقيقي. جداً. على حسب لو انت بتارجتي ناس معينه، يعني لو بتارجتي جين زي تيك توك. يعني مثلا الكيس بتاع جمالتك معظم الفيديوز كانت موجوده على يوتيوب بالظبط. علشان البيرسونا بتاعت الناس اللي الاودينس بتوعك، ودي حاجه مهمه جدا ان انت تعرفي مين الاودينس ومين التارجت اودينس اللي انت بتكلميهم عشان تعرفي تكلميهم فين. بس هو مش شرط قوي، عشان برضو دي معتمد على الانترست بتاعت حضرتك. يعني الانترست بتاعتك لو رايحه ناحيه البرفيومز وناحيه الفاشن فهتلاقي الانستجرام بيطلع لك حاجات فاشن كتير، لو فتحت تيك توك وقعدتي عليه شويه هتلاقي تيك توك بيطلع لك حاجات فاشن كتير. بس هي الفكره ان الفيرتيكال الناس كلها دلوقتي بتستخدم الفيرتيكال، بس هي البيرسونا مختلفه شويه. يعني مثلا لو حد عنده 50 سنه مش هيستخدم تيك توك زي ما انا بستخدمه، فما اقدرش اخلي الشخص ده ياخد اكشن كبير على فيديو 30 ثانيه. ده واحد عايز يشوف الموضوع بشكل كويس جدا، يدرسه كويس جدا، فمحتاج لونج فورم فيديو. فلو انت بتارجتي حد عنده 50 سنه او حد اوريدي اصلا ويل اديوكيتد كبير عدى بخبرات كتير. يعني برضو ستيل انا بشوف ان في بزنس وفي سن وفي بلاتفورم، انا بحسبها دايما كده. يعني انا مثلا لو بتعامل مع حد زي مثلا سنه كبير هو فعلا عايز معلومات كتيره جدا، لكن لو انا عايز اكاتش حد سنه صغير انا هقول له بص اللعبه اروح مخبيها على طول، هو هيتشد ليها وخلاص. وده اللي بيحصل عامه، لان هو الاتنشن بتاعه وقته بقى قصير جدا. انا فاهم قصدك، بس كمان هي اكتر ماركتنج وايز اكتر من الكونتنت. يعني الجزء اللي احنا شغالين فيه اصلا احنا بنشتغل على الفيجن بتاعت الماركتنج. يعني احنا دلوقتي في ماركتير عامل بلان كامله، عايز تارجت اودينس بتاعه ناس عندهم من 20 ل 25 سنه، عايز يبيع للناس دي. الناس دي والله بتلبس اوفر سايز وعاملين شعرهم مولت. فاكيد في ايفنت زي ده صعب شويه نلاقي ناس بالستايل ده. هنلاقي ناس ديسنت اكتر، ناس اكتر مهتمه بالبيزنس، فمش مهتمين قوي باللبس الاوفر سايز، مهتمين باللبس الفورمال ممكن شويه، فممكن ابيع لهم حاجه كده. لكن ان انا ابيع لهم حاجه اوفر سايز لا، موضوع صعب. فاحنا بنليد الحاجه اللي الماركتنج عايز يعملها، احنا بنطبقها بحل مختلف، بنعمل كرييتيف سولوشن مختلف شويه عن اللي الناس طبيعي بتعمله. اوردينري واي فور اوردينري بيبل. احنا قلنا ان في اخر حاجه ان انت طبيعي تبقى انت عارف الناس محتاجه ايه وانت تعمله كويس، بس حاول قدر الامكان ما تعملش الحاجه اللي الناس كلها بتعملها. يعني مثلا طلعت مره كده واحده هوجت ان الناس بتريفيو افلام كتير جدا، ويطلع يقول لك الفيلم بيتكلم عن كذا 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 كذا. كانت طلعت تقريبا من حوالي 3 سنين. الناس دي دلوقتي مش موجوده، واللي كمل منهم هتلاقوا 1 أو 2، ودول غالبا الناس اللي عملت ليدنج للكونتنت ده وهم اللي طلعوا في الاول. فلو انت شخص عايز يبدا يعمل كونتنت بيرسونال براندنج لنفسه، او انت شركه او ستارت اب عايز تعمل بيرسونال براندنج لنفسها، حاول دايما ما تقلدش الناس، شوف الناس بيعملوا ايه. ومش بقول لك اعمل حاجه كرييتيف من اولها لاخرها، يعني عالم الكرياتيفيتي دلوقتي قل كتير وما بقاش زي الاول خالص، ولكن مهم جدا ان انت تكون فاهم وعارف الناس دي بتعمل ايه، وانت تروح جاي مزود حاجه صغيره، تروح اكسترا مايل. الاكسترا مايل ده هو اللي هيخليك مميز، هو اللي هيخليك سبيشال علشان تقدر انك انت توصل لحاجه بعد كده. طيب انا هديكم مثال، وحبيت ان انا ادي مثال على الشركه ذات نفسها عشان ما اقعدش اجيب لكم حاجات من الانترنت. احنا بعد ما بدانا في جمالتك كان عندنا مشكله في فكره ايه، ان ليه الناس تتعلم مننا برمجه. ده حاجه كانت منطقيه جدا، هو ليه يجي يتعلم مننا؟ فانا كنت قلت خلينا نطلع كونتنت عباره عن ايه، ان في 2 بيطلعوا يحلوا سؤال. تمام. الراجل اللي على الشمال ده فيري جيك، يعني راجل شاطر جدا في البروجرامينج، شاطر جدا. تمام. وانا اللي كنت قاعد جنبه اللي بيضحك ده، اللي هو انا ما اعرفش انت هتعلمني ايه. وكل اللي انا كنت بعمله كنت باخد دور الجمهور اللي المفروض عايز يتعلم برمجه مش فاهم حاجه. ده اللي كنت بعمله، ده الكونتنت اللي احنا عملناه، ان انا بس عايز اجيب حد شاطر مع حد مش فاهم برمجه، يبداوا مع بعض يحلوا اي سؤال على الانترنت. ولما يجي يحلوا سؤال من موقع معروف جدا للمبرمجين، عشان الناس تحس ايه ده، دول شكلهم جامدين ولا ايه، هو بيشرحوا ايه. على فكره انا عايز اقول لكم، بس انا كنت متاكد 100% ان كل الناس لما كانت بتتفرج على الفيديو كانت تقول لك انا مش فاهم حاجه، بس انا انبسطت ان انتوا بتبسطوا المواضيع، مطلعين واحد اهبل وسط حد دحيح، فبتبقى منطقيه شويه. عامله زي كده اللي هو فكره ايه، لما تبقى انت الدكتور يقول لك انت فهمت،
فانت بتبقى عايز تقول له فهمت عشان ما يزعلكش، فانت اللي هو انا خايف بس اساله سؤال في الاول خالص فيروح مزعق لي. فانا كنت بلعب الدور ده معاه على اساس ان احنا نعمل كونتنت مختلف ونخلي الناس تبقى حاسه ان هي سهل جدا نتعلم من عندنا بروجرامينج، سهل جدا. ده الاحساس اللي انا كنت عايز اوصله بس. وبعد كده كملنا الموضوع، بس انا عملت حاجه بقى مختلفه سيكا، دي بقى اللي هي ايه، عملت طفره شويه في الموضوع ان الناس تبقى حابه تعرف احنا بنقدم ايه. كل الناس اللي موجوده هنا هتلاقوا ان هم اعمارهم مختلفه جدا، شكلهم مختلف. بمعنى اول واحده على الشمال فوق اللي هي روان، دي اصلا كانت ثانويه عامه لسه ما دخلتش كليه، فهي ازاي اطلعها تحل بروجرامينج. اللي جنبيه صاحبي كمال، ده اصلا كان بيشتغل في الميديا ديبارتمنت عندنا في الشركه، خليته يتعلم برمجه وهو اصلا خريج تجاره، وخليته يطلع الناس ويقول لهم على فكره انا خريج تجاره وبحاول اتعلم برمجه. رقم 3 ده كان لسه شاب داخل هندسه، لسه يعني اهو اول سنه كليه، وكان بيطلع يتعلم برمجه. ورابع واحد ده اجمل واحد كان في الشركه عندنا، عنده 7 سنين، طلعته برضو وقلت للناس ان انا بتعلم برمجه. الفكره كلها انا كنت عايز اعمل ايه؟ ان انا عايز اثبت لك ان اي حد ممكن يتعلم برمجه، سنه كبير سنه صغير، دارس هندسه والله دخل تجاره لسه سنه صغير، عشان احسس بس للناس على فكره انت ممكن تتعلم بسهوله وممكن تخش. وده كان ساعدني جدا جدا ان انا ما دفعتش جنيه. على فكره احنا ما دفعناش جنيه، احنا كنا بنجيب شويه اسئله من النت وبنطلعهم يحلوها ونصورهم. الموضوع يعني فيري سيستماتيك، ما فيهوش اي كرييتيف. بس الفكره كلها ان انا عملت ايه، اخدت الطريقه العاديه اللي هو انا هطلع اشرح للناس كونتنت او هطلع اشرح للناس او يعني بقدم محتوى علمي، بس عملت الاكسترا مايل اللي هي في البدايه، ان انا هثبت لك ان في حد سنه زي ده او بمختلف بقى الافراد ان يطلع يحل بروجرامينج. وده اللي كان بيحصل عامه. كان دايما عندنا سؤال كده بيجي على صفحات السوشيال ميديا، هو انا عندي 14 سنه ممكن اتعلم برمجه؟ هو انا شخص في الارياف في بني سويف ممكن اتعلم برمجه؟ ايوه عادي يعني. طب انا وعايز اعلم برمجه ينفع؟ ممكن عادي. فانا كنت ده اللي انا عملته، ما عملتش اي حاجه ابداعيه. انا كل اللي انا عملته زي ما سعيد كان بيقول، انا عملت الاكسترا مايل، طلعت خليت الناس تشرح محتوى علمي وتضيف الحته بتاعت على فكره هو يعني اي حد منهم ممكن تلاقي شبهك فيه. بس ده كل اللي انا عملته. والفكره كلها ان احنا فضلنا على مدار 6 شهور كل يوم بننزل فيديو، كل يوم. يعني تخيلوا كده كل يوم بننزل فيديو. الفكره كلها ان كانت في الاول ما بتجيبش ريتش خالص، يعني خدوا بالكم ما كانتش بتجيب ريتش، بس انا كنت حاسس انها هتيجي في يوم من الايام وتعلى، لدرجه ان انا صورت حوالي 130 فيديو وجاب 159645 فيو التوتال طبعا. وده اصلا كانت بدايه ان احنا نجيب درع اليوتيوب لشركه بتعلم برمجه، اللي هو اصلا كانت حاجه غريبه جدا. عارف لما يجي لكم درع اليوتيوب، المفروض اللي بيجيب درع اليوتيوب بيجيبه عشان بيعمل كونتنت عامه او بيعمل ريفيو، فيعني كانت حاجه مختلفه يعني اللي حصلت. طب هو بيشاور لنا على فكره، عمال يزعق لنا. ايه ده بجد؟ في كده كوت مشهوره قوي، انك انت if you know the why the how is possible. صح؟ حد عارف الموضوع ده؟ او the how is easy. لو انت عرفت ايه الواي بتاعتك، انت ليه بتعمل الحاجه ديت. لو انا كشخص بعمل كونتنت، انا ليه بعمل الكونتنت ده؟ والله بقى انا واحد بيعمل VO عايز يتعرف، والله انا نفسي اشتغل، والله انا شركه لسه بتبدا ستارت اب بس عايز اوري للناس الاويرنس بتاعي، اعمل اويرنس كبير جدا للحاجه اللي انا بعملها. والله انا عايز اعمل كونتنت عشان الناس اول ما تشوف الكونتنت ده تدخل تشتري عندي بكره الصبح. لو انا عرفت ليه، خلاص الطريقه سهله. والله لو انا عايز اعمل فيديوهات اقول للناس ان انت عشان تتعلم برمجه الموضوع بوسيبل جدا، الموضوع بسيط جدا، تقدر تعمل ده زي ما في ناس، واحد عنده 7 سنين عمل ده، واحد في تجاره انجليزي عمل ده، واحد بروجرام واحد في ثانويه عامه عمل ده، ناس في مختلف الكاتيجوريز. انا بس بقول لهم ان في امل. وانس ان انا قلت لهم ان في امل، الناس ديت لما تيجي تقرر ان هي تعمل حاجه قدام في المستقبل هتكلمنا انا، مش هتروح تكلم حد تاني، عشان انا اللي اديت الناس الامل وهم واثقوا فيا انا، عشان انا وريت لهم نماذج حقيقيه قدرت تعمل ده. فلو انت قدرت حاضر والله خلاص. لو انت قدرت تعرف ايه الواي بتاعتك، اعرف اكيد انك انت هتعمل ده بسهوله. الناس كلها بتدور تعمل ده ازاي، ولكن في الحقيقه انت محتاج تعرف هو انت بتعمل ده ليه مش ازاي. وثانك يو سو ماتش يا جماعه، احنا كان نفسنا والله نوريكم يعني اعلانات وحاجات، بس
يعني لو في اي اسئله أسئلة احنا بقى. موجودين بره، وثانك يو سو ماتش. بس كده، شكرا.